تعالوا مع بعض نشوف الطاسة اللي شكلها خطير دي متكونة من ايه. كل اللي فيها والتفاصيل اللي جواها وازاي عملناها وطلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، والمكونات اللي فيها عبارة عن ايه. كل ده هنشوفه بس من داخل الفيديو. حاجة تحير بس ما تحيرش قوي، لاني هنشوف مع بعض تفاصيلها من الداخل هتبقى عبارة عن ايه. يلا مع بعض نعملها. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل معاكم وصفه سريعه وكمان مغذيه ومفيده، هي طاسه البيض باللانشون البسطرمه. ده لانشون نازل في السوق كده جديد بالبسطرمه، معاه البسطرمه يعني جواه. وكمان هنعمل معاه شويه خضار وجبن زي ما انتم شايفين كده مشكله. طاسه جميله مغذيه مفيده سريعه. متكونه من ايه؟ 5 بيضات زي ما انتم شايفين كده، وطبعا على عدد افراد الاسره حابين نزود براحتنا خالص. هي الوصفه عندنا من 5 بيضات. معانا طماطم، معانا فلفل بشكل زي ما انتم شايفين كده، معانا بصل، وكمان اللانشون بتاعنا بالبسطرمه زي ما انتم شايفين، ومعانا شويه جبن، معانا فلفل حراق اللي هو الفلفل الحامي براحتكم خالص. حابين تشيلوه من الوصفه في اطفال نشيله. معانا معلقتين زبده زي ما انتم شايفين صفرة، ومعانا كمان بابريكا وفلفل وكمون وملح، ومش اكتر من كده. هنعمل ايه؟ هناخد معانا البصل بتاعنا على النار. حطينا في الطاسه بتاعتنا معلقه زيت عشان الزبده بتاعتنا، عشان الزبده كده لما تسيح ما تتحرقش معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. سامعين الصوت الجميل ده؟ وبعدين هنحط على طول البصل اهو بالشكل ده. هنضيف معاه شويه ملح اهو عشان يتدبل كده معانا بالشكل ده. ونبتدي نقلب لحد ما يدبل، وبعدين نضيف بقى عليه كل المكونات. هنضيف بقى الفلفل كده زي ما انتم شايفين المشكل بالطريقه دي، كمان الفلفل الحامي عندنا، وبرده طبعا على حسب الرغبه. شكل كده برده احمر زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعدين نبتدي نقلب اهو، وبعد كده نضيف معاه اللانشون بتاعنا بالبسطرمه. ليه بقى؟ هنحركه شويه عشان ياخد السخونيه الجامده، ونحركه كتير عشان نقتل اي حاجه ميكروبات فيه، لان طبعا اللانشون زي ما انتم شايفين مش صحي خالص، ومش بفضل ان هو يتحط كتير في الوصفات. كل منين لفين كده نغير بيه، بس مره او مرتين كتير او بالشهر. اللانشون بالزيت وده بالبسطرمه اهو. وصفه بقى تنفع عشاء، غدوه سريعه، فطار، على الماشي، براحتنا خالص على حسب ما انتوا حابين تاكلوه اهو. هنحرك فيها بقى شويه مع بعض كده لحد كل الخضار عندي مع اللانشون يدبل اهو بالشكل ده. وبعدين نحط بقى عليه البيض في الاخر خالص. طبعا الطماطم انا حابه احطها في الاخر عشان مش عايزه ميتها تنزل في الاخر خالص، هضيفها اهو. هنفضل بقى ايه نسيبه كده لحد ما يدبل شويه معانا اللانشون بالفلفل. خد وقته على النار. هبتدي احط البابريكا بتاعتي بالشكل ده، وكمان الفلفل الاسمر بتاعي اهو، وكمان الكمون بتاعي اهو. وبعدين هبتدي احط الطماطم، وما ننساش طبعا الملح بتاعنا، انا حاطه شويه في الاول، ونبتدي نحط شويه كمان في الاخر اهو. وبرده نحط على الفلفل بتاعنا، الفلفل بتاعنا ده نحط رشه كمان بس لما نيجي ننزل البيض بتاعنا بالشكل ده. طبعا انا عامله لانشون عندي على صفحتي، اللي حابب بقى يتفرج عليه هنزله لكم برده رابط على الفيديو ده، عشان لو حابين تعملوا اللانشون الصحي عندي. وكمان عاملاه في الخلاط عشان اللي ما عندوش كبه. يعني لانشون مش عايزه اقول لكم خطير خطير خطير، وسهل كمان في عمايله، عشان زي ما انا قلت اللي ما عندوش كبه يبتدي ان هو برضو يعمل عنده اللانشون البيتي الصحي، عشان لو مش حابين ان احنا نجيب من بره عشان نعمله في الوصفه اللي هي طاسه البيض باللانشون بالبسطرمه.
زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بس شويه عشان ابتدي احط عندي البيض زي ما انتم شايفين، وتبقى احلى طاسه بيض. نبتدي ننزل البيض بتاعنا. عملنا حفره كده اهو، واحد نفس العدد، كام حفره اهو 5. وبعدين ابتدي انزل البيض عليه، وبعدين اجي كده اهو. وبعدين حابين بقى تكسروه براحتكم خالص، حابين تعملوا زي كده براحتكم برضو خالص. ده على حسب اللي يريحكم في منظر شكل البيض عندنا اهو. مش بقى هرسه ولا حاجه، سيبه زي ما هو. هبتدي احط عليه شويه فلفل اسمر زي ما انا قلت على شكله بس كده من فوق اهو اهو اهو. الجبن بقى في الاخر خالص، هنغطي بقى كده عليه ونهدى عليه، وبعد كده الجبن في الاخر خالص قبل الطفيان بحاجه بسيطه. بقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده، خلاص استوت وبقت زي الفل. هنبتدي نحط عندنا الجبن المشكله بتاعتنا، وطبعا دي على حسب الرغبه، يعني حابين نحط ماشي، مش حابين براحتنا خالص. يعني ما توقفوش الوصفه عشان ما فيش حاجه عندنا فنضطر ننزل نشتري، لا، ده بالحاجات الموجوده عندنا. بواقي جبن من المدرسه، اي حاجه نبشرها وتمشي الغرض، مش هتقول لا. المنظر اللي انتوا شايفينه ده انا مش عايزه اخبي كله عشان يبان الطاسه عندي متكونه من ايه، المكونات يعني اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. واغطي عليها وبعدين اطفي، يعني انا حطيت اهو، اغطي عليها واطفي. الجبن دي كلها تسيح، تديني المطه الحلوه اللي انا عايزاها. وبألف هنا وشفا، وان شاء الله تشوفوها في التصوير.